من ربنا ان هو يسامحني ويغفر لي ان شاء الله. لو بكره نهايه الكون هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ كده شاهد، لو بكره نهايه العالم هتعملي ايه؟ هصلي النهارده اليوم كله واقعد استغفر ربنا وكده. تصلي النهارده؟ بتصلي اصلا؟ يعني عشان الايام دي بس ايام الكورسات ضغط عليا، فالفتره دي مش بصلي، بس انا يعني كنت بصلي. يعني ممكن اصلي المغرب والعشاء بس. المغرب والعشاء بس؟ لو صحيت الصبح ممكن اصلي الفجر والظهر بس، يعني مش بقيت زي الاول متقطع. هصلي النهارده اليوم كله واقعد استغفر ربنا وكده. لسه هسألك دلوقتي سؤال مهم قوي، عايزك تحكي لي تجربتك مع الصلاة. احلى حاجه اصلا يعني انا لما ببقى مخنوقه وبصلي ببقى مرتاحه جدا ونفسيتي مرتاحه وبحس براحه كده ومبقاش زعلانه ولا اي حاجه. بتصلي على طول يعني ولا بتقطعي؟ لا، هي الفتره دي بقطع، بس قبل كده كنت بصلي دايما. يعني انت دلوقتي مقطعه ولا بتصلي؟ مقطعه. مقطعه ليه؟ بقطع الساعه. ليه؟ عشان عندي ضغط والله العظيم في الدراسه جامده، فبروح متاخر، ببقى عندي كورسات من 10 بقى لحد 1 وكده، بروح مثلا البيت الساعه 8، فمفيش وقت. مفيش وقت. مفيش وقت. مش وقت ها؟ كده مفيش وقت؟ طب انت شايف في وقت؟ لو في وقت قول لي. بيقولوا لي لما تروحي صليهم، بس بيقولوا لي صلي الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء، فانا شايفه دي مش صلاه. انت ما بتصليش خالص عشان تريح دماغك؟ لا، مش بريح دماغي، هي مش تريح دماغ، هي يعني انا بصلي بس مش قوي، يعني بقول لك ممكن اصلي الفجر كده. مش فاضيه يعني؟ لا ما تقوليش مش فاضيه، انا عندي امتحانات. بتعدي يعني مش فاضيه؟ اه. يا شاهد، لو هتقابلي ربنا بكره ممكن عندي امتحانات؟ لا. تقول له ايه؟ مفيش رد طبعا لربنا، هنقول له يعني ولا عندنا امتحانات ولا اي حاجه، ده ربنا. خلينا متفقين ان بكره نهايه العالم، مين الشخص اللي انت مش هتسامحيه اصلا؟ مش هسامحه نفسي، عشان قصرت كتير في الصلاه في حاجات ياما، ان انا اصلا ما انتبهتش لصلاتي وكده. الشخص اللي انت مش هتسامحيه نفسي. مش حد تاني غير نفسك؟ لا، هي نفسي، ما انا اللي عملت كده في نفسي. لو بكره نهايه العالم يا شاهد، مين الشخص اللي انت هتطلب منه دلوقتي ان هو يسامحك؟ ربنا. اطلب ربنا يسامحك. اطلب من ربنا ان هو يسامحني ويغفر لي ان شاء الله. قدمت ايه لربنا عشان يسامحك؟ دي حاجات بتسكتني الصراحه، قولي بتزدني. له، انت دلوقتي بتكلميه. انا عارفه طبعا ان انا قصرت كتير وان انا ما عملتش حاجات كويسه كتير، بس هو ان شاء الله ربنا غفور رحيم، هو شديد العقاب احنا عارفين، بس ان شاء الله هيسامحني، وان شاء الله الايام الجايه هنتبه وكده. ان شاء الله الايام الجايه.